هلا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بصحة وعافية. رجعت لكم بفيديو جديد، بس قبل ما نشاهد الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا تنسوا اللايك واشتراك حتى تحفز انزل لكم فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. وفيديونا اليوم من بيت اخويا. بنت اخويا حبت تسوي لكم هذا الفيديو. هنا عسوي فطاير. هذا الفطاير سهلة وبسيطة. اول ما نبدأ وياكم بالعجينة. العجينة خلط عليها شكر وملح وخمرة وحليب وعجنته. طريقة العجين ما صورتها لأن قالت كل بيت تعرف شلون طريقة العجينة، طريقة عجينة الفطاير. وين إذا حبيتوا هم أصور لكم فيديو طريقة العجينة اكتبوا لنا بالتعليقات وإن شاء الله أنزل لكم فيديو كامل. هالعجينة تصير للبيتزا، لأي فطاير، أي نوع من الفطاير تصير. خلط بطاطتين وبصلتين، ثرمتهم بهذا الشكل ناعم بعد ما غسلتهم غسل زين. أنا شوية سرعت الفيديو لكم لأن الفيديو حيل طويل، إذا أخليه يصير 18 دقيقة هيك فيصير طويل عليكم، فأنا عاد سرعت لكم شوي حتى لا تملون منه الفيديو. وإذا جربتوا طريقة هاي الفطاير اكتبوا لنا بالتعليقات. ما شاء الله صارت فطاير طعم وشكل. لما تختمر العجينة هي ثرمة الحشية اللي تخليها على الفطاير. هي سوتها نباتية، بس بصل وبطاطا. قالت تصير أطيب من مالت اللحم. هي كل مرة تسويها وقالت راح أسوي فيديو تنزلينه لمتابعينك حتى يطبقون هاي الطريقة. إن شاء الله تقول حيل طيبة هاي الطريقة. وإذا جربتوها هم اكتبوا لنا بالتعليقات، هي راح تشوف التعليقات مالتكم. اكتبوا لها الطريقة مالتها حلوة لا. هي متابعة التعليقات ومتابعة الفيديوهات مالتي. فهنا راح تترمهم كلهم ناعم بهذا الشكل. البطاطا اللهم صل على محمد وآل محمد. لما تخلص الكمية كلها تثرمها. إن شاء الله واضح عندكم الفيديو، وأتمنى منكم ما تملون من الفيديو وتشاهدوا لي للأخير. ايه بنات، هسه تكمل البطاطا تثرمها كلها ناعم. مثل ما واضح عندكم الفيديو. كمل كمية البطاطا. بدأت تثرم بالبصل. البصل هم ناعم تثرمه. وإن شاء الله طريقة هاي الفطاير سهلة وبسيطة عليكم. واللي يحب يضيف لحم أو أي شي مثل الطماطة أو زيتون هم يصير يتخلى بيها. هي حبتها تقول أطيب يصير بس بطاطا وبصل. هي من محبين البطاطا، فعادنا بأي شي تخلى البطاطا. مثل ما وضح عندكم الفيديو راح تضرب كمية البصل. أنا بصلتين خلت عليها. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا. وإذا شفتي قناتي بالصدفة أتمنى تشتركين بيها حتى كل ما أنزل فيديو جديد يجيك إشعار من عندي. وهنا خلت بطاوة على الطباخ. خلت كمية من الزيت. عاد خلي ملح للبطاطا. راح تقليها البطاطا. هاي كمية خلتها. تقليها إلا ما تحمر البطاطا تصير حمراء أو شقرة. مثل ما واضح عندكم الفيديو. بدأت تتقطع بالعجين. بعد ما اختمر قامت تتقطع بيه. احنا يا أهل الموصل نقول نقطع العجين، فكل من هو ولهجته. شنق أو تقطع هو كله نفس العبارة. بدأت تتقطع بالعجين. هذا الحجم القطعة. شوي سرعت الفيديو لأن يصير طويل عليكم. صار 10 دقائق. أتمنى من عندكم تشاهدون الفيديو للآخر، ولا تنسون اللايك والتعليق منيتكم الحلوة. وأنا أشكر مشتركين الجدد وأقولهم نورتوا قناتي، وإن شاء الله قناتي عد حسن ظنكم. وهم أشكر مشتركين القدامى وأقولهم ما قصرتوا. تعليقاتكم كلش حتفرحني. الله يفرحكم دنيا وآخرة. اللهم رب كل من عنده حلم
يحقق أمنياته بجاه كل من له وجاه، مثل ما عاد فرحوني باللايك ومشاهدة الفيديو. الله يفرحكم دنيا وآخرة. هنا راح تقطع كمية العجين، هنا مثل ما واضح تكون بالفيديو. هنا رجعت تقلى البطاطا، لأن هي يعني تقلي البطاطا على النار، تقلي البطاطا وتقطع يعني هيجي. أنا شوي قدمت لكم الفيديو لأن راح يصير طويل عليكم. هنا بعد ما استوت البطاطا طلعتها من الزيت، راح تشخلها من الزيت. هنا شوي لزقت البطاطا فعاد عشيلها، لأن عملتها حتى بنفس الطاوة تخلى البصل تقلي، عاد تشيلها. هنا خلت البصل، كمية البصل ثرمتها. هنا هم راح تقلي بنفس الطريقة. واكتبوا لنا شنو رايكم بالفيديو بالتعليقات، انتظر تعليقاتكم، وهي ان شاء الله هم راح اشوف التعليقات مالتكم. اكتبوا لنا تعليقات حلوة. هنا راح اتقلى البصل. هنا من يشقر البصل نشيله عن النار. هنا مثل ما واضح لكم الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو بسيط وسهل عليكم وما تملون من مشاهدته ان شاء الله. هنا البصل بدأ يشقر شوي وراح اشيله عن النار. إذا جربتوا هاي الطريقة مالت الفطاير اكتبوا لنا هم بالتعليقات، انتظر تعليقاتكم الحلوة إن شاء الله. وأنا أعرف بكم متابعيني ما عاد تخسرون والله. هنا نشقر البصل، راح تضيف البطاطا عليه، وهنا كيس من الماجي هم راح تضيفه، عم تصير نكهة مالت الماجي وياه. هنا هم خلط معجون، لا تعرفون الفطار يعني لازم يصير لونها أحمر. هي يعجب يعني هاي الطريقة يعني تسويها كل مرة تسويها بالبيت يعني للهم. فهالنوبة حبت قالت يعني تنزلين فيديو المتابعين حتى يجربون هاي الطريقة قد ما يعني طيبة هاي الفطاير. هنا الحشوة كملت معانا، وهنا بدت تفتح بالعجينة. هنا راح تخلي الزيت لأن هي ما استخدمت ورق الزبدة، فراح تخلي يعني شوية زيت بقاعدة الصينية، وراح تفتح العجينة مثل ما واضح تكون بالفيديو. يعني بهيجي طريقة يعني تفتح العجينة، لا ترققها، لا تخليها رقيقة ولا تخليها ثخينة. إذا سويتها رقيقة راح تصير يابسة، وإذا سويتها ثخينة فراح تصير عجينة. فهاي يعني سمك العجينة. هنا راح تفتح الكمية بالصينية وتضيف الحشوة عليها. هنا بهيجي شكل راح تكمل الطريقة مالت العجينة. يعني شوي هي ما متعودة يعني تشتغل قدام الكاميرا، بس شوية تخربطت يعني، بس ما شاء الله يعني شغلها كلش حلو يعني مرتب وحلو. انتو هم اكتبوا لنا بالتعليقات. هي خطيها هم تريد تسوي قناة بس عندها ظروف ودراسة، فعاد ما تقول ما ألحق، تقول ارد أركز على الدراسة مالتي. هي صف رابع متوسط. ندعو لها بنات الله يسهل عليها الامتحانات إن شاء الله، وكل طلابنا جميع الطلاب إن شاء الله الله يسهل عليهم الامتحان. قولوا آمين يا رب العالمين. إن شاء الله كل طلابنا النجاح لكل طلابنا، لأن يتعبون قطيع يعني بالدراسة. الله يوفق جميع الطلاب إن شاء الله، وادعوا لهم انتم بالتعليقات. هنا بعد ما كملت العجينة فتحتها بهذا الشكل، جابت الشوكة يعني سوت بيهم ثقوب. هنا بعد ما ثقبتها بالشوكة خلت الحشوة، وبهيجي شكل خلت الحشوة وتدخلها للفرن. الفرن من جوا من فوق يعني تعلقونه حتى يستوون يعني بنفس الوقت من فوق ومن جوا.
وإذا وصلتوا لي حد هنا بالفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك، وإذا عجبتي قناتي بالصدفة أتمنى تشتركين بيها حتى كل ما أنشر فيديو جديد على قناتي يجيك إشعار من عندي. وش تحبون فيديوهات تكتبوا لنا بالتعليقات، وإن شاء الله أنا ما أقصر وياكم. أي فيديو تريدون أسوي لكم إياه اكتبوا لنا بالتعليقات، أو أي طبخة ببالكم. هذا شكل الفطاير النهائي، يعني خليت لكم صور. ساهمنا وساهمكم ألف عافية. وصلنا لنهاية الفيديو، وأشوفكم بفيديو قادم. مع السلامة يا أحلى متابعين، وانتظروني في فيديوهات جديدة وأحلى وأحلى إن شاء الله.